هاي هنا وبالتنور خلي لهن الصلصة. غدير شلون نسوي هاي السنادين؟ اكو بنية سألتني عليهن. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية للجميع يا رب. شوفوا بنات، اليوم انا وين جاية المشتل جاردينيا. بنات جميع زرع تحبوه اشياء نادرة تلقوه بهذا المشتل. كل نباتاتي من هو هذا المشتل. اذا تردون تشترون من عنده، العنوان دائما يقولون معامر تشترين وما تذكرين عنوان. البنات حي المعلمين مقابل صيدلية الريحانة. هيجي هذا يعني العنوان اللي يعرفه اني. بس نباتاته شوفوا مثل ما جاي تشوفون هسه جديدة منتعشة ما شاء الله، يعني من واحد ياخذها للبيت مو هيك تذبل وتموت، لا. انا شوفوا هسه نباتاتي كلها اشتريتها من هو هذا المشتل، يعني صدق يعني فلوسهن بيهن. وبديت اجذر منهن وما شاء الله. هسه انا ليش جيت لهذا المشتل اخذ من عنده سنادين والبتموس، يعني على مود اشتل بيه. فصدق والله اخذت من عنده بتموس واخذت السنادين، اخذت من هذني النايلون لان قال هذني الفرفوري بعد يومين يجن. فقلت له اريد ان يعني تمشية حال، اخاف يعني اللي عندي مجذرة عفو راح عن بالي جلد النمر، واخاف ان يعني جذوره يبدي تتعفن هاي يصير بيها شي. فقلت لازم مباشرة اشتلها، ما طلعت عندي الجذور وهاي مباشرة اشتلها بالتربة. وشوفوا لي الجمال مال القفص الصدري، يعني سحر. أنا ما عندي هاي النوعية من القفص الصدري، وشفتها هيجي يعني فتشي يلفت النظر، وأنواع وأشكال وألوان وما شاء الله. يعني الزرع بالبيت هيجي ما أسولف لكم، طاقة إيجابية، هيجي جمال. شوفوا هذا القفص الصدري يجي هيجي مو سادة. شوفوا هذاك اللي وراه يجي سادة، هذا لا، يجي هيجي بدمارات. فكلش حلو، أعتقد راح أشتري من عنده هذا. أنا قلت لعمتي، قلت لها رايحة للمشتل، قالت شو تسوين بس لا تجيبين زرع. خطية، صارت عندها صدمة. قلت لها لا، أجيبن بتموس وسنادين. شوفوا بنات، هسه أخذت لكم لقطة على كل النباتات، ولا تتخوفون من النباتات هذا راح يموت راح أخذه للبيت يموت عندي، لا. كل النباتات تحتاج 3 أشياء: ضوء وماي ورطوبة. والرطوبة حتى إذا ما عندكم مبردات بهاي المباخر، يعني الترطيب، أو يعني هيجي بالمرشة ترشون عليهن يوميا الصبح وبالليل. هاي هي الأوراق راح تترطب عندكم. وهذا المطاط مثل ما جاي يشوفون. شوفوا ما شاء الله زرع شلون هيجي منتعش. وعجبني هاي النبتة، عجبتني وتتجذر. يعني هاي السندان إذا أخذها أسوي من عندها كمية كلش هواي من عندها بالتجذير. شوفوا ما شاء الله المشتل شلون كلش حلو وكبير وبي أشكال وألوان. وشوفوا ما شاء الله النباتات هنا. هاي اليوغا فتشي كلش حلو بداعة. وهاي النباتات العصارية اللي هنا همات حلوات، وبين فترة وفترة يغير بالنباتات، مو يظل نفسهن دائما يجيبهن، لا. يعني كل ما أجي ألقى نباتات جديدة وحلوة. وحتى أكو نباتات نادرة يعني مو متوفرة بكل المشاتل. فأخذت سنادين وأخذت بتموس وشتلت النباتات اللي مجذرتها أني. شوف بنات هذا البلاب فتشي كلش حلو. هما تيجي بيه هيجي دمار، يعني مو لون أخضر سادة. وهاي الزامية يعني تردون نبتات صغار، تردون نبتات كبار. صباح الخير، صباح العافية، شلونكم بنات؟ شنو هذني سمكاتنا الجميلات، طلعتهن من المجمدة تقريبا قبل ساعة ولسه بعدهن جامدات. وين راح اروح؟ راح اخذهن واطلع من البيت. فاخذت هذني 3 سمكات. وهاي الطرشي، هاي انا مسويتها الطرشي. شوفوا بنات، طرشي ومحشيته ثوم وكرفس، وهنا بالاخير ثوم عدل، يعني مو ثار متناعم. فراح اخذهن واطلع من البيت. هسه عرفتوا وين رايحة اني. وهنا حضرت هذا البلاغ راح اخذه وياي
الأختي قالت جذري لي البلاب وجيبي لي، فراح اخذ هذا جذرته وراح اخذه. هي عندها هناك الاجواء تجنن عليها الزرع، عندها الاجواء هناك كلش رطبة وحلوة بواسطة المبردة. فقالت البلاب اللي جبتي لي اياه قبل فترة انتعش وصار يعني احوال، فقلت لها يعني بواسطة المبردة. احنا بواسطة السبلت تسحب جميع رطوبة بالبيت. وشوفوا هنا ما شاء الله اللي اراويكم، شوفوا شلون هنا مطلعة. هاي جذرتين تقريبا قبل 3 أيام أو 4 أيام، بس ما أعرف بعد طلعت جذور لا. شوفوا ما شاء الله مطلع جذور وبدون تجذير. اكو بنات بيقولون بالماي شنو تخلين مجذر، لا بنات أبد ما أخلي، بس ماي يعني مفلتر هذا اللي ماي الشرب أخليه. وكل ما ينقص أزود، مو كل أسبوع مثلا يعني أغسل القارورة وهاي لا، بس أزود عليه الماي. شوف هذني رادلهن غسل، هسه راح أغسلهن وأخليهن يلمعن لمع. وهذني صنادين الجميلات ملاتنا. وهنا من بعد ما غسلتهن شوفوا ما شاء الله الألوان الزاهية، شوفوا شلون انتعشن. شوفوا خطية. وهنا عندي هذا الطرشي من عمتي دزت لي اياه، هذا جاهز حتى بيه خل. شوفوا ما شاء الله بجزر المازة خيار كل شو كلاشي. وهنا دزت لي مرة ثانية، دائما تدز لي لان احنا نحب الطرشي، فخطية بين فترة وفترة تذكرني. هنا عندي خيار منقع بماي وملح، فغسلته من الماي وملح وبديت احطه بهاي يعني الدبة مال الطرشي. فهنا راح اصفطه هيك بهذا الشكل على مود ياخذ اكبر كمية من الخيار. واشتريت هذا الخل البدوي وراح اضيف له اياه. خل البدوي كان يجنن، يعني من كنا نشتريه طعمه فد شي كلش حلو. هسه من واحد يشتري خل البدوي ما اعرف شنو تقولون تيزاب، لا طعم لا لون، كان يجي اسود الخل. هسه يجي لونه هيجي فاهي والطعم مالته الحموضة مو طبيعية، هيك يحرق الحلق ويصحوا له الخل البدوي. فهسه هنا أنا خليت الخيار وراح اضيف له الخل، وما ضفت له لا كرفس لا ثوم، اريده هيك يعني. وشوي ونضفت له من هذا الخل الثاني المعتقل ويا الطرشي على مود ياخذ النكهات مال الطرشي هذا الطيب. بنات هواي تجيني تعليقات معامر سوينا فيديوهات شلون تجذرين النباتات، شلون تعتنين بيهن. فإن شاء الله إذا حابين أسوي لكم فيديوهات عن النباتات شلون أجذرهن، شلون أعتني بيهن، شنو يحتاجن، التسميد مالتهن. فكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين هيك فيديوهات أسوي لكم. فما شاء الله النباتات اللي عندي يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد بأفضل حال. لأن شنو تعلمت لهن بالبداية صحيح قامن يموتن عندي ما عرفوا السقي مالتهن، يعني كل ساعة أجي أسقيهن عبالي عطشن، كل ما أنطيهن ماي راح ينتعشن. فلا غلط هذا، لازم كل ما واحد يشوف التربة جافة وتقريبا 5 سنتيم يشوف يلا يبدي يسقيهن. وهنا أنا رايحة البيت أختي، فراح أراويكم هناك الأجواء. حبيتوها ذاك اليوم سويت لكم هناك الفيديو. فإحنا يعني كل أسبوع نروح لبيت أختي، هناك الجهال كلش يرتاحون، لأن يعني أعمار جهال أختي تقريبا أعمار جهالي، أكو فرق شوية بسيط. بس يعني يندمجون هناك يرتاحون يلعبون كلش حلوة. أمرار حتى يباتون هناك. فرايحين شوية نغير جو. وخل أراويكم الطريقة مال أختي بشو السمك، يعني يختلف من بيت لبيت ومن شخص لشخص، فتختلف نهائيا عن يعني شلون أشوي أني. فهي هنا غسلت السمك وضافت له الكركم. إحنا ما نخلي كركم أبد يعني نهائيا، نحبها بس ملح نضيف لها. فاختلع يعني هسه بخرتها بالكركم، بعدين شنو تخلي لها يعني من تستوي تسوي لها صلصة خاصة بيها. همات راح أصور لكم إياها من تبدي تسويها.
وهنا هذا ابو زريدة بدأت تتملح بيه. من يحب ابو زريدة اكثر من السمك الكبار، ومن يحب السمك الكبار اكبر من ابو زريدة. كل من له طعم، واكو ناس تحب السمك الكبار وتفضله على يعني هذا السمك الصغار، واكو ناس لا تقول هذا السمك الصغار اثمر واطيب من السمك الكبار. عيني كملتم صلاة؟ يلا تعال نسوي زلاطة. يلا كملين وراح ننقله ونشوي وتنسوين الزلاطة. اللبن وحدة على اللبن وحدة على الزلاطة. يلا. وهسه وصلنا لفقرة الطرشي. هسه غدير جاي تقطع الطرشي. طبعا هذا الطرشي مذاق ريحته تجنن. راح نطلع اخوي بس طاستين لين راح احطيهم ثواني. يلا غدورة حطيه هنا. احنا نساعد بتحضير الغداء بس الغداء. غير التقلاع بالزلاطة واللبن. اي هسه راح نسوي لبن ونعناع غسلناه. هاي فاطمة ثرمو. هاي الثرمو ويا اللبن. ايوه اللبن. هاي شنو هاي؟ هذا كلش طيب. شوفوا مو بس انا اروب، اختي همات. هاي انت مروبتها؟ اي خاله ماما روبتها. تجنن. بس هاي اعتقد مال طرق، يعني مال لبن هيك شرب. غدير شلون مسوي هاي السنادين؟ اكو بنيسي قالتني عليهن. والله هاي طريقة باليوتيوب طلعتها وتعلمت بالكسر، وهي هاي دبة مال زاهي. اي دبات مال زاهي وسويتها. طريقة كلش سهلة، بسرعة تعلمت، بس شفت تعلمت. هو هاي منه اقصها، والدور ابدي منه احدد او اخر الباقي. اي وهاي شلون؟ هاي هيجي. اول شي ترسمين. اول شي ارسم بالقلم وبعدين امشي على الحد على الرسمة. بالكتف. اي ودرس بخطر تفقد اظافر الاسود. بس كلش حلو. كذا شلون البطايق. واذا تدرين اذا مو اسود احلى بعد، مثلا برتقالي يصير هيك الوانها زاهيه. هذا اللون هيك تتنسق وياه. ما فينا الوانهم كلش حلوه. الاضاءه شلون صارت شوفي، يعني احلى من هذا. لا هاي شكلها الطف من الصف. اي شوف هاي جميله شلون تجنن، كلش حلو. والله هو هذا الزرع يعني نوعه كلش حلو، يعيش. اي ايش قد ما ويتحمل. اي صحيح. عكس هذا الزرع بس الواحد يزود عليه شويه الماء يبدي جذوره تتعفن. لا هذا لا يقاوم. اي هم هيك يرجون يقسم قالوا حرقين. هيك كفي هذا. دبس رمان وكركم وليمون. يلا شنو حطيتي؟ دبس الرمان وكركم وعصرة ليمون وبعد وملح. هاي هي بس إيه انها بني وثوم. ثوم.
واعتقد كانت تخلون هذا سماق مو؟ اي صحيح. سماق هم بعد سماق. ذكرتكم بسماق. هو اهم شي السماق. هاي خلوها من تستوي السمكة يخلوها هيك على الوجه، تنطي طعم كلش طيب وحموضة، والثوم هيك يوخر الزفر مال السمك. هاي هن وبالتنور خلي لهن الصلصة. نقول لكم الاجواء تجنن عند اختي، قولوا صدق. حارة موت حر. واحنا قبل لا نجي هي خابزة خطية خبز حار. كافي. وهسه نروح نتغدى. وهنا اللبن، يعني اختي تسوي اللبن طريقة همات مختلفة، فتبرش وياه يعني بالخلاط تخلي النعناع وبعدين نضيف له ليمون، تقول همها تطلع كلش طيب. قمت اسوي نفس طريقتها مال تحط نعناع ويا اللبن، صدق يطلع طيب. شوفوا المنظر. وذكرت بالفيديو السابق اكو بنيه علقت لي قالت لي ام عامر ليش ماكو خبز بالسفرة؟ بنات انا اخذ لقطة يعني هيك بسيطة، ومو كل يعني اطلع لكم الفيديو اللي يطول عليكم، يبقى ساعة ازيد، فاخذ لكم هيك لقطات بسيطة. فمن كنا هنا يعني جاي نتغدى بعدهم لسه ما جايبين الخبز وحاطيه بالسفرة، فهسه هذا الخبز. فقلت خلوا خبز لا يقولون وين الخبز، ليش ما حاطين خبز؟ وخلا اراويكم النباتات. شوفوا هاي كف البطة واللبلاب اللي وديتهن لاختي، وفرحانة بيهن ومطلعات يعني نباتات جديدة بواسطة المبردة. فلهنا حبايبي وصلت وياكم لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون حطوا لنا لايك، ولهنا اقول لكم باي باي.